تعرفون القائد اليمني المغوار الذي خاض 50 حربا على أوروبا خلال 25 عاما ولم يهزم قط ولم تنكس له راية؟ القائد اليمني العظيم الذي عندما مات فرحت أوروبا وقاموا يتراقصون على قبره، وقام قائدهم وقال: أما تروني اليوم قد ملكت بلاد العرب والمسلمين وأنني الآن جالس على قبر أكبر قادتهم. فقال أحد الموجودين: والله لو تنفس صاحب هذا القبر لما ترك فينا أحد على قيد الحياة. فغضب منه القائد وقام بإشهار سيفه على المتحدث، وقامت زوجة القائد وأمسكت بيده وقالت له: صدق المتحدث، حتى بموته لا نستطيع هزيمته وسيسجل له التاريخ انتصارا وهو ميت. إنه القائد اليمني العظيم أبو الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر المعافري، هو القائد الفذ الذي خاض 50 معركة ضد جيوش الفرنجة ولم يهزم في أي معركة منها، ومعاركه كانت مستمرة صيفا وشتاء. وعند وفاته فرحت كل أوروبا وملوكها فرحا كبيرا لوفاته، ولقد توفي وهو متجه إلى جبهة القتال، وظلت كنائس أوروبا تقرع أجراسها لأيام عدة ابتهاج